السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل كده عملت معاكم الفراخ في الكيس الحراري بالخضار. تمام. طبعا هي بتطلب مني كتير في الاكل، فانا النهارده عملتها تاني. الفرخة اهي بالخضار زي ما انتم شايفين في الكيس كده، لسه ما خلصتهاش اللي على الوش دي بصل. تمام. هنحطها في جنب لان احنا لسه منزلين فيديو قريب عن الفراخ بالخضار. عندي هنا الخضار زي ما قلنا اهو، بطاطس وطماطم وفلفل اخضر وجزر، وحط عليه معلقه ثوم وحط عليه بصل مبشور. يبقى البطاطس والطماطم والجزر والفلفل الاخضر سواء حامي او بارد، وحط عليه الايه معلقه ثوم. وهنعمل النهارده بقى الكفته او اللحمه، هنعملها بنفس الطريقه بس طريقه سهله ان شاء الله. عندي هنا اللحمه انا فرماها مع بصله، يعني دي لحمه كانت موجوده عندي جاهزه مفرومه على بصله. هاخدها فرمه كمان عشان الكفته بتاعتي ما تفكش، ومش هحط عليها حاجه غير هو شويه فلفل اسود، وهحط عليها ملح. طبعا انا مش عايزه طعم اللحمه اضيعه في البهارات، يبقى هو فلفل اسود وملح وشويه جوز الطيب. ده اختياري، اللي حابب يحطها حابب، واللي مش حابب يحطها ما يحطهاش. عندي هنا جوز الطيب انا طحناها، هاخد منها ايه حاجه بسيطه كده، وهو ده اللي انا هحطه توابل. بس ارجع افرمها تاني وارجع لكم. كده خلاص فرمت اللحمه بتاعتي كده، وهجيب بقى الكيس اللي انا هعمل فيه. طبعا الكيس دي كبيره قوي، بس هو ده الكيس الموجود عندي دلوقتي. ده الكيس اللي موجود عندي دلوقتي. اول حاجه هعملها هفتح الكيس. تمام. كده حضرتك، وهنزل بالخضار اللي انا عاملاه اهو. طبعا مش هحط فيه ميه، الميه دي هنقلها هناك في الكيس التاني على الفراخ لو اتبقى شويه ميه من الخليط بتاع الخضار. تمام. اللي هي دي هحطها هنا على الفرخه. كده خلاص حطينا الخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة روعة روعة روعة. تمام حبايبي، نعمل دي كده عشان ايه نشوف. وهمسك الكفتة بتاعتي بقى اكورها كور حسب ما انا ايه عاوزة، كورة صغيرة كورة كبيرة زي ما انت حابة تعمليها اعمليها. انا هعملها كور بالشكل ده وهحطها هنا فوق على الكيس. طبعا الاكله دي هعمل جنبيها شويه مكرونه محمره. تمام. وشويه سلطه، وكده اكله من الاكلات اللي احنا بنحب نعملها في العيد. بس بنعمل الفراخ بقى اللي هو ايه، عندي ما بياكلش اللحمه لازم نعمل له فراخ. اشكل كل الكفته بتاعتي عفوا زي ما انتوا شايفين كده، وارجع لكم تاني. لازم شايفين النسيج بتاع اللحمه عامل ازاي عشان ما تفكش مني فين في الكيس. كده حبايبي خلاص خلصنا الكفتة زي ما انتم شايفين اهي في الكيس، وهنا دي الفراخ بتاعتنا وعملناها مع بعض قبل كده زي ما انتم شايفين. الخضار تحت والكفتة هنا فوق. اجي بقى هنا، طبعا اللحمة بتبقى فيها نسبة دهون فمش هكتر الزيت قوي، احط بس حاجة بسيطة كده على ايه على اللحمة. تمام. ولكن الفرخة هحط عليها شوية زيت كده حلوين عشان تتشرب من الزيت هي والايه والخضار. لكن اللحمه هتنزل الدهون بتاعتها على الخضار اللي تحتها، فهي مش محتاجه نسبه دهون ايه كبيره. تمام حبايبي. الفرن بتاعي شغال، هقفل الاسياخ بتاعتي واديها التهويه بتاعتها. نجيب بس القفل بتاع الكيس اقفلها كويس، وهبتدي اخرمها من الجنب خرم واحد كده عشان الهواء ايه يطلع منها.
ممكن اللي فوق ده اللي انا مش عاوزاه عشان ما يضايقنيش في الفرن، هقطع الاكياس دي كده، دي انا مش محتاجاها. بقت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنقفل برضو الفراخ نفس الموضوع. انا بس عشان كانت الاكياس اللي عندي كبيره فمش مشكله يعني، بدل ما كنت لسه هستنى ابعت اجيب اكياس صغيره، ف يعني ايه بنتصرف ما بنقفش على حاجه. تمام. هقفل برضو الكيس نفس النظام، والزياده اللي فوق دي اشيلها مش محتاجاها. وكده بقت عندي الفرخه بالشكل ده. اخدها كده بس فتحه من الجنب عشان ايه التهويه، وبرضو هاخد الكفته بس كده عشان التهويه. كده خلاص الفرن بتاعنا شغال. هندخل الحاجه بتاعتنا الفرن وبعدين نشوف لما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي. كده انا طلعت الصينيه بتاعه الايه الكفته، طبعا سخنه بس هنحاول نفتحها كده بالراحه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حبايبي، عايزين نشوف بقى الخضار اللي فيها استوى والكفته طالعه عامله ازاي. الكفته تعتبر اتحمرت. نوسع بس الكيس شويه كده حبايبي. طريقه سهله والريحه جباره، يعني الريحه مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. ريحه حلوه قوي قوي قوي. وطبعا صينيه الكفته هنقدمها زي ما هي كده، شايفين هذا الخضار بتاعنا مهروس تماما. ناخد واحده بطاطس كده نشوفها، جيب طبق اشوف بس الخضار بتاعي كله اهو زي ما انتم شايفين اهو. الخضار مستوي تماما، الجزر برضو نفس الموضوع، الخضار بتاعنا مستوي قوي قوي. وهنا بقى الصوص اللي تحت ده طبعا هنشوف الاكل بتاعنا دلوقتي هنقدمه، هنشوفه دلوقتي مع بعضه، وهنشوف احلى اكله ممكن نعملها واسهل اكله ممكن نعملها وما بتاخدش مننا وقت. ودي كانت صينيه الكفته حبايب قلبي بالخضار، زي ما عملنا قبل كده الفراخ بالخضار عملناها الكفته بالخضار كده معاكم اهو زي ما انتم شايفين. وهنطلع الفراخ بتاعتنا، وعملنا سلطه خضراء، وعملنا المكرونه محمره ورز بنفس التتبيله بتاعه المكرونه او بنفس البهارات اللي انا بحطها للمكرونه. الصوص اللي نزل ده من الفراخ باخد منه شويه اسقي بيه المكرونه واسقي بيه شويه الرز برضه. هنجهز اكلنا كله وهنشوف مع بعض السفره كلها عامله ازاي. حبايب قلبي كده طلعنا الصينيه اللي فيها الفرخه بتاعتنا، هنفتحها طبعا لسه سخنه خالص. هنشيل الكيس برضو زي ما عملنا في الكفته بحيث ان انا كده حبايبي وهحطها على السفره برضو بالصينيه بتاعتها. تمام. ليه؟ لان انا عندي صوص هنا في قلب الصينيه من تحت، ده اللي احنا هنحطه على الاكل بتاعنا. تمام، ده اللي احنا هنحطه على الرز وعلى المكرونه. كده خلاص حبايبي طلعنا الفرخه زي ما انتم شايفين بالشكل الرائع الجميل ده، وعملنا الكفته كده حبايبي. ادي الفرخه حبايب قلبي عملناها والريحه ماليه المكان، وعملنا هنا صينيه الكفته، وعملنا الرز البسمتي مع المكرونه المحمره، وعملنا السلطه. دي اكله بتاعت النهارده او ده غدانا النهارده اللي احنا عملناه وما اخدش مننا وقت، وعلى طول احلى وجبه ممكن تعمليها. وهنا زي ما قلنا الصوص اللي تحت ده ناخد منه شويه كده دسم طبعا، وبنحطه على الايه المكرونه بتاعتنا او الرز. كده ده كان اكلنا النهارده حبايب قلبي، واتمنى
لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا جرس حبايب قلب عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم على خير.